مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. سعادة السفير عيسى أحمد عيسى يسلم أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري التشادي. وزارة التعليم تؤهل 6500 معلم. مكتب القانون والنظام بالإقليم الأوسط يدعو للحد من الحرائق وأضرارها. الولايات المتحدة الأمريكية تدعو كوريا الشمالية إلى التوقف عن أفعالها التصعيدية. عملية أمنية إثر مقتل 5 جنود هنود في كشمير، وباكستان تندد باعتقال 1400 شخص بالإقليم. ومباحثات في برلين بين الرئيسين الألماني والإيطالي بخصوص أوروبا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. قدم سفير إريتريا في السودان السيد عيسى أحمد عيسى أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد الجنرال محمد إدريس دبي سفيرا غير مقيم لإريتريا في تشاد. وقدم السفير عيسى في اللقاء الذي جرى بالقصر الحكومي في أنجمينا يوم 12 من أكتوبر الأمانة الطيبة للرئيس سياس أفورقي، مؤكدا استعداد إريتريا للدفع بالعلاقات الثنائية والتعاون والشراكة والعمل مع كافة الجهات التشادية المختصة في تحقيق ذلك الهدف. من جانبه أوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال محمد إدريس دبي رغبة واستعداد بلاده لتمتين وتطوير العلاقات الدبلوماسية الأخوية القائمة مع إريتريا والعمل المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن تمنياته الطيبة للرئيس سياس أفورقي وشعب إريتريا. هذا وقد التقى السفير عيسى أحمد عيسى يوم 11 من أكتوبر بوزير خارجية تشاد السيد شريف محمد زين، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تقوم وزارة التعليم بتأهيل 6500 من المعلمين الجدد بالتعاون مع مكتب إدارة الموارد البشرية، وذلك في إطار الجهود الجارية للدفع بالعملية التعليمية وسد النقص في المعلمين ورفع قدراتهم. ويجرى تدريب المعلمين في كلية أسمر لإعداد المعلمين ومدرسة دندن الثانوية ومركز التدريب المهني في عد هلو ومدرسة دنبوسكو الفنية ومركز تدريب شرطة إريتريا في دقم حري ومدرسة الثورة في دقم حري ومدرسة نحبار الفنية ومدرسة وارساي كالو بيساوا. أوضح المدير العام لقسم البحوث وتنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم السيد بيتروس هايلي ماريام بأن المعلمين الجدد كانوا يعملون في مختلف المؤسسات الحكومية، ويصل مستواهم التعليمي من 12+1 إلى 12+5، ويهدف التدريب إلى حل مشكلة النقص في المعلمين. من جانبه أوضح المدير العام للإدارة والمالية في وزارة التعليم السيد جبر حنس حقوس عن ثقته في اكتساب المعلمين المتدربين المعرفة ونقلها لأخوتهم الصغار. وذكر المتدربون بأن التأهيل الذي يحصلون عليه يدعم معارفهم ويعزز قدراتهم، وسيعملون في أماكن توظيفهم بإخلاص. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم بمراكز العزل والفحص في الإقليمين الأوسط وعنسبة قد أظهرت إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا، فقد ظهرت 3 إصابات في أسمراء بالإقليم الأوسط و3 بمدينة كرم بإقليم عنسبة، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6764، شفي منهم 6673 وتوفي 43 مريضا، فيما لا يزال 48 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 13 من أكتوبر 2021. دعا مكتب القانون والنظام في الإقليم الأوسط الأسر وأصحاب المؤسسات والعمال لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الحرائق في المنازل والمؤسسات. وأضاف المكتب أن التراخي في استخدام وحفظ أنابيب الغاز في المنازل وكذا الوقود مثل البنزين والجازولين وكذلك الكيميائيات والأسلاك الكهربائية العارية من الأسباب الرئيسية التي تتطلب الحيطة والحذر. وفي اللقاء الذي أجراه مسؤول وحدة مكافحة الحرائق في المكتب المقدم عند برهان تولي مع وكالة الأنباء الإريترية إرينا، أوضح بأن عام 2020 شهد 63 حريقا تسبب في إصابة 3 أشخاص ودمار ممتلكات تقدر قيمتها ب16 مليون نغفة. وبالرغم من أن 15 من الحرائق التي اندلعت في الشهور ال9 الماضية بعام 2021 لم تتسبب في إصابة الأشخاص، إلا أنها أدت إلى تدمير ممتلكات بقيمة 650 ألف نغفة.
من جهته قال مسؤول قسم طب الحرائق في مستشفى حليبة المرجعية الممرض كستة برهان معالجة 14 ألف حالة في الفترة ما بين 2001 و 2020، بينها 3628 حالة خطرة تمت معالجتها بإجراء العمليات الجراحية. وذكر الممرض كستي بأن إصابة 10% من أجزاء جسم الطفل و20% من جسم الكبار بالحريق يصنف ضمن الإصابات البالغة، داعيا المجتمع لإيصال المصابين بالحريق إلى المستشفى إدراكا لخطورة العلاج التقليدي. هذا وتوضح مستندات مكتب القانون والنظام في الإقليم الأوسط بأن الإقليم شهد خلال 18 عاما 932 من حوادث الحرائق الطفيفة والبالغة تسببت في وفاة 8 مواطنين ودمار ممتلكات تقدر قيمتها ب 45 مليون نقفة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قال البيت الأبيض في بيان أن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان شدد على ضرورة أن تحجم كوريا الشمالية عن الأفعال التصعيدية، وعاود التأكيد أيضا على الدعم الأمريكي للحوار والتعاون بين الكوريتين. جاء ذلك خلال اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي سو هون في واشنطن. وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال أن تطوير الأسلحة ضروري لمواجهة السياسات الأمريكية العدائية والحشد العسكري الكوري الجنوبي حسب تصريحات وسائل الإعلام الرسمية. ونقل تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله في كلمة ألقاها بمعرض التطوير الدفاعي أن بيونغ يانغ تزيد من قوتها العسكرية دفاعا عن النفس وليس لشن حرب. ويظهر من الصور التي نشرتها صحيفة الحزب الحاكم رودونغ سينمون أن كيم جونغ أون أدلى بهذه التصريحات وهو واقف بالقرب من مجموعة متنوعة من الأسلحة، منها صواريخ باليستية عابرة للقارات على قرار الصاروخ هاوسونغ 16، وهو أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا. يتصاعد التوتر هذه الأيام في إقليم كشمير، حيث أطلقت القوات الهندية عملية أمنية إثر مقتل 5 من جنودها، في حين نددت باكستان بما وصفتها بحملة القمع والاعتقالات التعسفية في الإقليم. وقالت القوات الهندية أنها اشتبكت مع مسلحين في نقطتين مختلفتين من الإقليم، وأسفرت إحدى المواجهات عن مقتل 3 مسلحين، في حين قتل 2 في اشتباك آخر. وكان المتحدث باسم القوات الهندية العقيد ديفيندار آناند قال لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أن ضابطا و4 جنود قتلوا خلال عملية بحث في ممر جبلي قرب خط المراقبة الذي يفصل بين الشطرين الهندي والباكستاني في كشمير. وتعد هذه أكبر خسارة تتكبدها القوات الهندية في المنطقة منذ إعلان وقف الإطلاق النار على طول خط المراقبة في فبراير الماضي. قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير أنه حان الوقت للبدء من جديد عقب حالة الطوارئ التي فرضت للسيطرة على جائحة فيروس كورونا. وأضاف ماتاريلا في تصريحات أوردتها وكالة أنباء إنسا الإيطالية أنه حان الوقت للبدء من جديد لنرسل أساس للمستقبل الاتحاد الأوروبي والذي يجب أن يكون أقوى وأكثر تماسكا. وأوضح ماتاريلا خلال اجتماعه بشتاينماير في السفارة الإيطالية في برلين أن الطاقات الدينامية لإيطاليا وألمانيا على جميع المستويات من المستوى المركزي وحتى الهيئات المحلية موجهة نحو الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي. ينفذ رواد فضاء أوروبيين وإسرائيليون مهمة مشتركة في جنوب إسرائيل تتمثل في محاولة محاكاة الظروف على كوكب المريخ في حفرة بعمق 500 متر بصحراء النغب، تعتبر أكبر حفرة تآكل في العالم. ففي موقع مسبي رامون، وهو واد في صحراء النغب يبلغ طوله 40 كيلومترا، أنشأ منتدى الفضاء النمساوي قاعدة مريخية بالشراكة مع وكالة الفضاء الإسرائيلية في إطار مهمة رئيسية أرجأ تنفيذها العام الفائت بسبب جائحة كوفيد-19.
وسيعيش 6 رواد فضاء تناظريين في المحطة المريخية الافتراضية حتى نهاية أكتوبر الجاري، معزولين عن العالم الخارجي، ولا يستطيعون الخروج إلا ببزاتهم الفضائية ذات اللون الفضي التي تزن كل منها نحو 50 كيلوغراما، كما لو كانوا فعلا على الكوكب الأحمر. ويضم الفريق رواد فضاء من البرتغال وأسبانيا وألمانيا وهولندا والنمسا وإسرائيل، تطوعوا جميعهم للمشاركة بعدما اجتازوا عددا من الاختبارات البدنية والنفسية. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. سعادة السفير عيسى أحمد عيسى يسلم أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري التشادي. وزارة التعليم تؤهل 6500 معلم. مكتب القانون والنظام بالإقليم الأوسط يدعو للحد من الحرائق وأضرارها. الولايات المتحدة الأمريكية تدعو كوريا الشمالية إلى التوقف عن أفعالها التصعيدية. عملية أمنية إثر مقتل 5 جنود هنود في كشمير، وباكستان تندد باعتقال 1400 شخص بالإقليم. ومباحثات في برلين بين الرئيسين الألماني والإيطالي بخصوص أوروبا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.